السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في فيديو جديد. اليوم هناك موقع إلكتروني يمكنك من خلاله توقع المجموعات في كأس العالم، من سيكون في المرتبة الأولى، من سيكون في المرتبة الثانية والثالثة كذلك. سترون الآن حاليا ذلك الموقع، وسأقوم بالتخمين وتوقعاتي الشخصية كيف ستكون المجموعات ومن هي المنتخبات التي تصعد على حساب أخرى. ابقوا معنا في هذا الفيديو ولا تنسوا متابعة القناة والاشتراك ليصلكم كل جديد فيما يخص كرة القدم. إذا مشاهدينا، الآن سأريكم على الشاشة البرنامج. هذا هو البرنامج على الشاشة. برنامج يمكن أن تكتب فيفا وورد كاب بريدكشن كرييت. أنا كتبت هيك على جوجل، فبعد ذلك يعطيك هذا البرنامج. يمكنك أيضا إدخال الرابط الذي تراه فوق كذلك بشكل مباشر من أجل توقعك الخاص، وربما إن كنت صانع محتوى أن تقوم بنشره على صفحتك الخاصة. إذا توقعاتي لن تكون عاطفية، ستكون على مستوى الذي رأيته في الإقصائيات سواء الأوروبية أو الآسيوية أو الأفريقية كذلك. إذن سنبدأ بالمجموعة الأولى، حيث لدينا في المجموعة الأولى كل من المكسيك وجنوب أفريقيا وجنوب كوريا والتشيك. بالنسبة لي أجد أن الكرة اللاتينية دائما ما تحقق أداء باهر ومبهر في كؤوس العالم، خصوصا أن الآن ستلعب في أمريكا، فبالتالي هي قريبة من الناحية الجغرافية، ويكون من الناحية المعنوية تكون محفزة لهذه الفرق. لذلك سأضع المكسيك في المرتبة الأولى. ثم أعتقد هناك تقارب بين الثلاث المنتخبات الأخرى، بين جنوب أفريقيا وجنوب كوريا ومنتخب التشيك. عموما منتخب جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة ظهر بمستويات ضعيفة إلى حد ما، فلا أرشحه أن يكون في المرتبة الثانية. منتخب جنوب كوريا هناك تحسن ملموس، هناك تكتيك، هناك لاعبين متجانسون ولاعبون يلعبون مع بعض منذ وقت طويل، فأتوقع أنه في المرتبة الثانية سيكون منتخب جنوب كوريا، بينما سيأتي في المرتبة الثالثة جنوب أفريقيا والتشيك ريبوبليك في المرتبة الرابعة. منتخب أوروبي حقا، منتخب الذي لعب ما نسميها البراج، واستطاع أن يحقق الصعود، ولكن لم يستطع الصعود بطريقة مباشرة، بل لعب مباريات إقصائية أخرى التي في آخر المطاف ساعدته من أجل الصعود، ولكن لم يحتك مع منتخبات كبيرة جدا. فأعتقد أنه سيكون في هذه المجموعة في المرتبة الرابعة. الآن سنذهب إلى المرتبة الثانية. في المجموعة الثانية لدينا منتخب كندا، منتخب بوسنة والهرسك، منتخب قطر، ومنتخب سويسرا. بلا شك بالنسبة لي منتخب سويسرا منتخب قوي جدا، منتخب يمتلك لاعبين أقوياء، يمتلك مدرب ممتاز، يمتلك فكر لعب. فأعتقد أنه سيكون على المرتبة الأولى في في هذه المجموعة. فيليه بحكم نفس الشيء ما قلته على المكسيك، بحكم أن هذه البطولة ستقام أيضا في كندا وإلى غيره من الدول الأخرى، أمريكا والمكسيك. فأعتقد أن كندا ستكون في المركبة الثانية، ومن ثم البوسنيا والهرسك التي صعدت على حساب إيطاليا ربما ستكون الحصان الأسود في هذه المجموعة فقط، أو ستصعد ربما في المرتبة الثالثة، ولكن في هذه المجموعة خاصة ستكون في المرتبة الثالثة، ومن ثم قطر ستكون المرتبة الرابعة. ونعتذر، هو قطر عموما هذا ليس في إنقاص لمنتخبات الخليج غير السعودية،
فأعتقد أن قطر لا تمتلك الشخصية المناسبة من أجل اللعب في الأضواء الإقصائية في كأس العالم. فأعتقد أنها ستلعب أو ستقدم مباريات ممتازة، مباريات مشرفة، ولكن في آخر المطاف لن تكفيها هذه المباريات من أجل العبور والمرور إلى الأدوار الإقصائية. فأعتقد أنها ستكون في المرتبة الرابعة والأخيرة، وستكون أول المنتخبات العربية التي سيتم إقصاؤها. الآن سنأتي إلى مجموعة البرازيل أو مجموعة سي، مجموعة التي يوجد فيها 3 منتخبات قوية، كل من البرازيل والمغرب واسكتلندا، وكذلك هايتي منتخب إلى حد ما ضعيف، سأصنفه مع المنتخبات الضعيفة الذي سيأكل الكثير من الأهداف في هذه المجموعة، سيخرج بشباك عامرة بالأهداف، وهذا ليس لدي شك فيه نظرا لضعفه وإلى غيره من المعايير الأخرى. فأعتقد أنه سيكون هو كبش الفداء في هذه المجموعة. صراحة لا أريد أن أكون عاطفيا كثيرا، فالاختيار بين من سيكون الأول سيكون منحصرا هنا بين البرازيل والمغرب. الكرة المغربية متطورة، الكرة المغربية قدمت يعني برهان، خصوصا أنها هي الفائزة بكأس أفريقيا على حساب السنغال في كأس أفريقيا المنظمة في المغرب كذلك، ولعبت كذلك في كأس العالم 2022 بمستوى مبهر حيث وصلت إلى نصف النهائي. يعني يملك شخصية، خصوصا في الأيام السابقة كذلك يملكون الكثير من البطولات. تمكن عن طريق المدرب محمد وهبي من الحصول على كأس العالم أقل من 20 سنة. فهناك بعض اللاعبين الذين سيتم إدماجهم من فرقة الشبان أقل من 20 سنة في في المنتخب الأول، مثل ياسين جسيم، مثل كذلك معمة الذي لم يحضر في الترتيبات السابقة فيما يخص الاستعدادات لكأس العالم، ولكن هناك توقف دولي قبل كأس العالم، مباراتين ربما سيحضر. ولكن محمد وهبي قام بالكثير من التغييرات على مستوى التشكيلة، أكثر من 7 لاعبين الذين لعبوا كأس أفريقيا السابقة لم يحضروا. محمد وهبي كذلك يختلف كثيرا على المدرب وليد الركراكي من ناحية طريقة اللعب، يملك الكثير من التشكيلات التي يمكن أن يلعب بها، وهو يمكن أن نسميه أن طريقة لعبه إلاستيكية إلى حد ما، يعني تتغير تشكيلة اللعب في وسط المباراة حسب مجريات المباراة وحسب تغييرات أيضا المدرب الآخر المنافس، وأيضا بسبب أنه يغير التشكيلة حسب الدراسات والتحليلات التي قامها على المنافس. فبالتالي مدرب يصعب توقعه، ليس كوليد الركراكي الذي كان ممتازا من الناحية الدفاعية، ولكن التنشيط الهجومي كان ضعيفا جدا. فبالتالي أعتقد أن محمد وهبي ربما سيقدم كرة عالمية، فأرشحه أن يصعد في هذه المجموعة، وربما على أو في الرتبة الثانية، ولكن ربما المرتبة الأولى كذلك على حساب البرازيل. ولكن بسبب أن البرازيل الآن أو اليوم تحت قيادة أنشيلوتي صاحب النتائج المبهرة مع ريال مدريد في دوري الأبطال وكذلك الدوري، يمتلك مواهب جد قوية أمثال فينيسيوس جونيور، أمثال رافينيا، على مستوى الوسط كذلك، على مستوى الدفاع وحراسة المرمى يمتلكون الكثير من المهارات. ولكن أنا لدي تفصيلة بسيطة هنا ربما أرشحها أو أرجحها لأن تميل الكفة للمنتخب المغربي. ستقول لي لماذا؟ عادة المنتخبات الكبيرة التي تملك الكثير من المواهب
مثل البرازيل بالضبط، لأن البرازيل منذ قدم الزمن، منذ بداية لعب كرة القدم، تملك يعني مهارات ولاعبين لديهم فنيات، ولكن ينقصهم التجانس، وينقصهم يعني أن يكونوا متجانسين مع بعض البعض، ينقصهم ذلك الوزغ، وذلك المحفز حينما تكون إن صح التعبير جوعان للبطولات. يعني المنتخب البرازيلي كل لاعبيه يمتلكون بطولات، فبالتالي هم متشبعون إن صح التعبير من البطولات. هذه مسألة. ومسألة ثانية، تفكرني كذلك بفريق باريس سان جيرمان. فريق باريس سان جيرمان حين كان ممتلئ بالنجوم مثل ليونيل ميسي ومبابي ونيمار لم يستطع أن يحقق دوري الأبطال، بينما حينما قام انريكي ب يعني خروج ميسي وخروج نيمار كذلك، فاستطاعوا الفوز بالشامبيونز ليج بلاعبين ليسوا بذلك بتلك النجوم فقط، يعني بوجود ديمبيلي واشرف حكيمي حقا، ولكن ليس بتلك النجوم التي تحب الظهور وتحب التسجيل وتحب يعني ان تلعب بشكل فردي. هذا ما يشكل خطر على اللعب الجماعي لكل المنتخب. ومن هذه الناحية المنتخب المغربي منتخب يملك أيضا نجوم، ولكن ليسوا أولئك النجوم يعني الذين يمتلكون، بل هم يمتلكون الرغبة، خصوصا أنهم مرشحون، وأن العديد من المدربين تحدثوا عن ترشيحهم، أمثال مثلا لاعب كذلك كروس وآرسن فينجر، وكذلك كلوب تحدث عن أن المغرب ربما سيتوج. والبارحة أيضا إنفانتينو شخصيا رئيس الفيفا تحدث عن أن المغرب ربما سيتوج كذلك بكأس العالم، فالكل يرشح المغرب أنه سيفوز بكأس العالم. فربما أرى يعني ربما استخدمت العاطفة في هذه يعني المجموعة بعض الشيء، رغم أنني وعدتكم أنني لا نستخدم العاطفة، ولكن أعتقد أن المنتخب المغربي بالعقلية التي يملكها حاليا بالمدرب محمد وهبي، فربما نرى كما فعل يعني سابقا إسبانيا، وكما فعلت الأرجنتين بعدما أن فازوا يعني المدربيها في فئات سنية صعدوه للمنتخب الأول ففازوا بكأس العالم كل من إسبانيا والأرجنتين. لما لا سنرى المغرب تحقق ذلك؟ فبالتالي أقول أن المغرب سيكون في المرتبة الأولى، وتليه منتخب البرازيل، ومن ثم اسكتلندا وهايتي. ربما فيه بعض من العاطفة، ولكن يبقى هذا رأيي الشخصي. نذهب الآن إلى المجموعة دي. المجموعة دي مجموعة قوية جدا، فيها أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الباراغواي وأستراليا وتركيا. فإلى حد ما أنا مقتنع بالمنتخب الباراغواي. منتخب الباراغواي تنظيمه الدفاعي جيد، يلعب بالتنظيم، يلعب بقوة، يلعب باندفاع بدني، وهذا ما يحتاجه مثل هذه البطولات كأس العالم. فهو متفوق أيضا في الكرات يعني الثنائيات، وهذا ما سيجعله ربما يكون أيضا بالنسبة لي في المرتبة الأولى، وتليه يعني الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تلعب بين جماهيرها، وأيضا المنتخب الأمريكي هناك تطور كبير، وهناك اشتغال من طرف يعني لا نقول الحكومة ولكن الجامعة الأمريكية على كرة القدم، واقتحام كرة القدم سواء على المستوى البنية التحتية أو الاشتغال على الأكاديميات كذلك. أعتقد أنه ستكون في المرتبة الثانية، ومن ثم تركيا المرتبة الثالثة، وأستراليا ستكون في المرتبة الرابعة. وصلنا الآن إلى مجموعة إي أو أو بالفرنسية، التي فيها ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور. فمن شاهد منكم منتخب الإكوادور الذي فاز على البرازيل وفاز وتعادل مع الأرجنتين، وقليلا ما تدخل في شباكه الأهداف، يلعب بتنظيم دفاعي، منتخب يمتلك لاعبين مثل فالنسيا وعدة لاعبين آخرين يلعبون في الدوري الأوروبي، يلعبون بقوة بدنية كذلك. هم صعدوا في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين في الإقصائيات في يعني في منطقة جنوب يعني أمريكا،
ورأيتهم أيضا، رأيت لهم مباراة أو شاهدت لهم مباراة، قدموا مباراة رائعة أمام الإكوادور، أعتذر أمام المغرب. كانت مباراة قوية جدا، وربما كان يستطيع الإكوادور أن يفوز بتلك المباراة، ولكن لا يمكن أن نعتبرها ريفيرونس هذه المباراة، لأن المغرب كانت له أول مباراة، كانت بالنسبة لها أول مباراة مع المدرب محمد وهبي، مباراة التي يجرب فيها اللاعبين، مباراة التي عادوا من صدمة كأس أفريقيا التي انتهت بتلك الفظاعة، خروج لاعب منتخب السنغال والتشويش على البطولة، وتلك الهجمة الشرسة من طرف يعني بعض الإعلاميين سواء العرب في الشقيقة مصر وكذلك الجزائر وكذلك فرنسا، التي يعني كانت مؤثرة إلى حد ما على نفسية اللاعبين. ولكن إلى حد ما رغم ذلك الإكوادور نقول أنه منتخب مرعب، واعتقد انه سيكون كذلك الحصان الاسود في البطوله. فالمانيا تمتلك لاعبين مهاريين، تمتلك لاعبين يلعبون على مستوى عالي، بطولات الخمسه الكبرى المانيا، لاعبين من بايرن ميونخ، لاعبين كذلك من الدوري الانجليزي. المانيا مؤخرا في المواسم الاخيره صراحه ينقصها الفاعليه الهجوميه، تفعل كل شيء ولكن لا يوجد لاعب مهاجم يمكن أن يعني يسجل الأهداف. لحد الآن منتخب المانشافت لديه هذا المشكل، لم يجد لاعب رقم 9 يستطيع أن يقدم أو يسجل أهداف التي تقدم عن طرف مثلا لاعبين مثل موسلايا وإلى غيره من اللاعبين المهاريين. فأعتقد أن المنتخب الألماني سيكون في المرتبة الثانية بعد منتخب الإكوادور. إكوادور أولا، ثم ألمانيا ثانيا، ثم كوت ديفوار ثالثا، ثم كاراكاو والمنتخب الذي لا أعرفه صراحة فسيكون في المرتبة الرابعة، خصوصا المنتخبات التي تكون في أمريكا يعني الشمالية مثل كاراكاو وغيرها من المنتخبات الأخرى مثل جامايكا إلى غيرها، فهي منتخبات ضعيفة إلى حد ما لا يمكنها المنافسة على كأس العالم. نذهب إلى المجموعة F. المجموعة F بتواجد كل من هولندا واليابان والسويد وتونس. أنا شخصيا أتوقع أن هذه المجموعة بالنسبة لهذه المجموعة ستكون مفاجأة. لا تسألني لماذا وكيف ولا في هذه المجموعة خصوصا لا تسألني عن اختياراتي أبدا، لا تسألني عن اختياراتي. لماذا؟ لأني أتوقع أن تونس ستصعد من هذه المجموعة. لن أقول لك أولا، ولكن ستصعد من هذه المجموعة، وأنا لازلت متشبثا وقد قمت قلت ذلك في الفيديو السابق أنني أرشح تونس بالصعود. لدي أسبابي الخاصة والشخصية لماذا أرشح تونس. تونس مثلا في كأس العالم السابقة تعادلت مع فرنسا، كادت أن تفوز. تونس تملك الشخصية في كأس العالم مثلها ومثل المغرب، تملك الشخصية وربما ستحقق النجاح وتصعد في هذه المجموعة الصعبة جدا. فأنا أعتقد في هذه المجموعة ستكون مجموعة يعني مليئة بالمفاجآت. أعتقد أن اليابان ستكون هي الأولى، وتونس هي الثانية، وهولندا الثالثة، والسويد هي الرابعة. هذا هو قراري. أعتقد أن تونس ستصعد من هذه المجموعة، وربما ثالثة ولكن ستصعد من المجموعة، ربما ثالثة ولكن ستصعد من المجموعة. ولكن قلت أن اليابان يمتلك كتيبة رائعة، تكتيك، هناك يعني رؤية للمدرب، لاعبين متناغمون متجانسون في اللعب، يلعبون على التحولات السريعة، هناك افتكاك للكرة، هناك ضغط على في وسط الميدان، هناك يعني طريقة لعب ممتازة حديثة صراحة. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب المغربي وهبي. نذهب الآن إلى المجموعة الجي. مجموعة الجي هولندا، بلجيك ومصر وإيران ونيوزيلندا. هذه المجموعة لا تحتاج الكثير من التفكير، فأعتقد أن ستكون بلجيم أو بلجيكا هي الأولى، ومن ثم تليها إيران، ومن ثم تليها نيوزيلندا، ومن ثم مصر
التي لم تستطع إلى حد الآن أن تحقق أي فوز في كأس العالم، ولن تستطيع ذلك لأن لديها عقدة وستستمر هذه العقدة في المستقبل. ربما ستحقق تعادل أو شيء من هذا القبيل مع نيوزيلندا، ولكن ستخسر أمام إيران وبلجيكا. سنذهب إلى الجروب رقم 10: إسبانيا والرأس الأخضر والسعود العربية والأوروغواي. أعتقد أن المجموعة واضحة جدا. إسبانيا ستكون في المرتبة الأولى، الأوروغواي في المرتبة الثانية، والرأس الأخضر في المرتبة الثالثة، والسعودية العربية سيكون في المرتبة الرابعة. ونعتذر من منتخب العربية السعودية، ولكن مع هيرفي رونار الخسارة المدوية أمام منتخب مصر ب4 أهداف مقابل 0. لا يوجد هناك روح للمجموعة، لا يوجد أي شيء يقدمه منتخب السعودية من أجل أن نضعه حتى في المرتبة الثالثة. فلذلك نعتذر، فلا أريد أن أعطي ذلك الأمل ذلك الحد للمنتخب السعودي، ولكن لا أرى أن هناك أي أمل لهذا المنتخب. نذهب الآن إلى المجموعة المجموعة فرنسا، السنغال والعراق والنرويج. مجموعة قوية جدا. أتمنى أن العراق أن تقدم شيء في هذه البطولة. أتمنى من العراق أن تصعد المرتبة 16 أو للدور 16 أو الدور 32. فبالنسبة لي أعتقد أن فرنسا ستكون هي الأولى هنا في هذه المجموعة، تليها النرويج ثم السنغال ثم العراق. بالنسبة للمجموعة جي، لماذا فرنسا تملك لاعبين مبابي، ديمبيلي إلى غيره من اللاعبين الجيدين. ديشون كذلك مدرب يلعب بطريقة نقول خبيثة إلى حد ما. لما تشاهد مباريات فرنسا، منتخب لا يحب الاستحواذ، يترك لك الكرة ولكن يضربك بالهجمات المرتدة. فأعتقد أن فرنسا منتخب خطير، وحين يسجل عليه يخرج ويقدم الأداء الجيد من الناحية الدفاعية، منظم من ناحية الدفاع وسط الميدان، منظم من الناحية الهجومية، يملك دبابة مثل مبابي يسجل في كل فرصة أتيحت له، والسرعات كذلك يمتلكها. وهذه هي كرة القدم الحديثة. بينما منتخب النرويج منتخب قوي أيضا جدا، منتخب يمتلك من المهارات الكافية، يمتلك من كذلك التقنيات المهمة من لاعبيه، ولديه أيضا تشكيلة محترمة، لاعبين شبان صغار السن. فأعتقد أنه سيكون في المرتبة الثانية، بينما السنغال في المرتبة الثالثة والعراق في المرتبة الرابعة. أن المجموعة قوية فقط، ليس هناك أي سبب آخر سوى أن المجموعة قوية. ربما في آخر المطاف هي تبقى توقعات، ربما العراق ستحقق أن الفوز على أي منتخب من هذه المنتخبات وتصعد على المستوى الثالث أو هي الثالثة، ولكن هي في آخر المطاف تبقى توقعي الشخصي. نذهب إلى المجموعة الجي. المجموعة يوت أو الجي هي الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن. مجموعة على رأسها الأرجنتين بوجود ليونيل ميسي، وأعتقد أن النمسا ستكون ثانية والأردن سيكون ثالثا، والجزائر سيغادر البطولة من بابه الكبير جدا، رغم أن الجزائر تمتلك كتيبة قوية جدا، ولكن بعزيمة الأردن مع مدربهم جمال السلامي الذي حقق بطولة كأس العرب قوية جدا، فأعتقد أن الأردن يمكن أن تحقق الفوز على الجزائر. النمسا فريق أوروبي قوي جدا. أرجنتين يمكن الحديث عنها. ألجيريا أو الجزائر ينقصها ذلك التواضع الكروي. الجزائر ينقصها التواضع الكروي، وفقط في اللقاءات الكبرى. الجزائر هي من المنتخبات التي تقدم لك كرة جميلة، يمكن أن تستحوذ حتى مع المنتخبات الكبار، يمكن أن تقدم كرة، ولكن في آخر المطاف يسجل عليها هدف أو تخسر، لأنها لا تلعب على إمكانياتها. تحاول أن لا تحاول فقط أن تقاوم، تحاول أن تبادر، تحاول أن تفرض نفسها. هناك لديها غرور كروي إن صح التعبير، غرور كروي
ربما بوجود بيتكوفيتش الآن سينقص ذلك الغرور، ولكن اللاعب الجزائري هو تلك عقليته، مغرور إلى حتى النخاع، ويريد أن يفرض شخصيته رغم ضعفها الكروي إلى حد ما، بالتالي يتلقى أهداف ويخسر في البطولات. وهذا ما أتوقع أنا شخصيا أنه سيغادر البطولة من الباب الكبير. المجموعة ما قبل الأخيرة كالبرتغال وكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا. أعتقد في هذه المجموعة ستكون يعني البرتغال تمتلك كتيبة رائعة جدا. البرتغال منتخب قوي، منتخب متطور إلى حد ما، منتخب استطاع أن يحقق الفوز على العديد من المنتخبات الكبيرة مثل إنجلترا إلى غيرها من المنتخبات الأخرى. فأعتقد أن البرتغال هي الأولى، تليها كولومبيا ثم الكونغو ثم أوزبكستان. أما المجموعة الأخيرة بوجود إنجلترا وغانا وبنما وكرواتيا، مجموعة واضحة جدا. إنجلترا ستكون أولا، كرواتيا ثانيا، غانا ثالثا وبنما. وهذا هو يعني كان يعني توقعي لمجموعات. سنذهب الآن لمن سيحصل على المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة متواجد كل من جنوب أفريقيا وبوسنا والهرسك، اسكتلند وتركيا وكوت ديفوار وهولندا ونيوزيلندا وجنوب الرأس الأخضر والسنغال والأردن والكونغو وغانا. فأعتقد أن 8 منتخبات كما واضح يجب أن نختارها من هذه المنتخبات التي يمكن أن تصعد. فهولندا ثم اسكتلندا ثم تركيا، وأعتقد الكونغو الديمقراطية كونغو الديمقراطية والأردن والسنغال لا سنغال لا، ربما نرى نيوزيلندا وكوت ديفوار وغانا أو الكاب فيردي أو بوسنيا والهرسك أو سوف. أعتقد أن الكرة الأفريقية ستتفوق في هذه البطولة. أعتقد أن الكثير من المنتخبات الأفريقية ستصل إلى مستوى 32 من البطولة. فينقصني منتخب واحد، يعني صراحة أن أختار بين السنغال وجنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وغانا. صعب جدا صراحة، صعب. نقول السنغال. إذن هذه هي كيف ستمر أو كيف ستكون يعني البطولة في دور 32، دور 16 والدور ربع النهائي والنصف النهائي. إذن مباراة الإكوادور وتركيا، أعتقد أن الإكوادور هي من ستفوز. مباراة فرنسا وهولندا، أعتقد أن فرنسا من ستفوز. مباراة جنوب أفريقيا وكندا، أعتقد أن جنوب أفريقيا من ستفوز. اليابان والبرازيل، أعتقد أن البرازيل من سيفوز. المغرب وتونس، أعتقد أن المغرب من سيفوز. ألمانيا والنرويج، ألمانيا من سيفوز. المكسيك واسكتلندا، المكسيك من سيفوز. إنجلترا والكونغو الديمقراطية، أعتقد أن إنجلترا من سيفوز. كولومبيا وكرواتيا، كولومبيا من سيفوز. إسبانيا والنمسا، إسبانيا من سيفوز. الباراغواي والكوت ديفوار، الباراغواي من سيفوز. بلجيكا والأردن، بلجيكا من سيفوز. الأرجنتين والأوروغواي، مباراة قوية جدا، الأرجنتين من سيفوز. أمريكا المتحدة وإيران، أعتقد أن أمريكا من سيفوز. سويسرا ونيوزيلندا، سويسرا ستتفوق. البرتغال والسنغال، البرتغال من سيفوز. ننتقل الآن إلى الدور 16. الدور 16 الإكوادور وفرنسا، بطبيعة الحال فرنسا. جنوب أفريقيا والبرازيل، بطبيعة الحال البرازيل. المغرب وألمانيا، المغرب من سيفوز. المكسيك وإنجلترا، إنجلترا من ستفوز. كولومبيا وإسبانيا، إسبانيا من سيفوز. الباراغواي وبلجيكا، أعتقد أن بلجيكا لن تستطيع الفوز على الباراغواي، الباراغواي من سيفوز. الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، بطبيعة الحال الأرجنتين. البرتغال وسويسرا، البرتغال. في ربع النهاية فرنسا والبرازيل، أعتقد أن فرنسا هي من ستفوز. إسبانيا والباراغواي، أعتقد أن إسبانيا من ستفوز. المغرب وإنجلترا، المغرب من سيفوز. أرجنتين والبرتغال، الأرجنتين من سيفوز. في نصف النهاية فرنسا وإسبانيا، أعتقد أن
إسبانيا هي من ستفوز، المغرب والأرجنتين، المغرب من سيفوز. في المرتبة الثالثة إما الأرجنتين أو فرنسا، أعتقد أن فرنسا هي من ستفوز، وصاحب البطولة إسبانيا والمغرب هو من سيفوز بهذه البطولة. فهذه هي توقعي لكأس العالم. إسبانيا ستكون في المرتبة الثانية، فرنسا في المرتبة الثالثة، الأرجنتين في المرتبة الرابعة، والمغرب سيكون صاحب البطولة. إذن إلى هنا إخواني أخواتي قد انتهينا من هذا، يعني هذه التوقعات، وتبقى هي توقعات شخصية ربما إلى حد ما تكون عاطفية ربما، ولكن تبقى هي توقعات سأنشرها على الإنترنت، ونرى في آخر المطاف إلى أين ستؤول يعني هذه البطولة. إلى هنا أكون قد انتهيت من التوقع. أشكركم على حضور الفيديو إلى آخره. تحية كبيرة، والسلام عليكم ورحمة الله.